دفعة تانية ثانوي، يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده فيديو حل الهوم ورك الحصة الرابعة. كانت حصة مهمة قوي، اشتغلنا فيها على التريج، اسئلتها كتيرة، هتتعب معايا يا اسطى شوية معلش، بس ده التريج، ده 90% من منهج التريج. فدوس كده الله يبارك لك، وقول لاصحابك اللي هم التعبانين في دماغهم دول يصحصحوا ويحاولوا يتفرجوا على الفيديو، عشان فيه اسئلة جديدة ومختلفة عن اللي قلناها كمان في السنتر. يلا بينا، عايزين نولع الدنيا في الفيديو ده على رأي الفنان تامر حسني، يقول لك عايزين نولع الدنيا. يلا بينا. بيقول لحضرتك في اول حاجه هنا اهو اكس واي، هنشيل الاكس واي ونحط مكانها السايد الاصلي بتاعها اللي هو زد. واي زد هتبقى السايد اكس، يبقى زد واكس، يبقى معنى كده ان ساين زد ريشيو ساين اكس. وده من الاسئله السهله كده اللي هو ايه في الاول جرجرتك. تعال نشوف اللي بعده. عندنا 30 سؤال، الرحله مطوله. معايا قائد 2 انجل، هخطف الانجل الثالثه. ادي سي ادي ايه، هنجيب الانجل بهايه البي 180 ماينس ال 30 وال 60. مش محتاجه اصلا كل ده، احنا لو في محو الاميه هنعرف ان الانجل ب 90 اللي هي الانجل بي. طب هو عايز ايه اصلا؟ مش محتاج كل الهري ده. ايه اوفر ساين الانجل اللي هي ب 30 ايكوال سي 15 روت 3 اوفر ساين 60. اساسا ما كنتش محتاج اجيب البي، هنعمل سيزور كده على طول. يبقى 15 روت 3 تايمز ساين، بص كنت عامل ازاي دكتور بيكتب روشته، ساين 60. قالتك الشقية تطلع ب 15 تقريبا. لو طلعت غلط ما كده كده ايه، لا صح، كده كده هما بيجيبوا الايه الناتج يعني، عاملين سلايدات حلوه، شغل نضيف. انا كنت بحتضر في الفيديو اللي فات والله بتاع الميكانكس، كنت بموت ودلوقتي لسه بموت برضه، بس ان شاء الله مش هيبقى في حاجه يعني. هنصمت في ال 30 سؤال. الانجل دي الانجل اي ماشي، والاف اهو. طب ما تيجي نجيب الانجل اف التالتة بقى. 180 ماينس اوبن براكتايه 80 و 60 تطلع 40. حلو، معانا الانجل اف. يلا يا باشا عايزين نجيب، يبقى دي اوفر ساين دي اللي هي ساين 80، والافايه ب 12 اوفر ساين الافايه ب 40. طب عايزين نجيب الدي بس، يبقى هنعمل سيزور 12 تايمز ساين 80 اوفر ساين 40. لغايه دلوقتي الاسئله سهله. انا عايز اجيب ال 40 سؤال، سوري ال 40 سؤال، ال 30 سؤال في كام سؤال منهم صعب؟ انا بقول لك في رينج 5. لسه هنعمل دي بالآلة؟ قال لك لا استهدى بالله يا اسطى، هو حاسس بيك وحاسس بيا، وقالها لك زي ما هي كده، مصلحه مصلحه طياره بياره، خلص الموضوع. عايزين ايه؟ عايزين نولع الدنيا. يلا بينا. الايه البي ادي تو سايد وانجل تالتة، عايز الاريا. عسل العسل، عسل العسل. ادي هاف السايد ايه السايد بي الساين سي. شكرا يا اسطى شكرا. 4 و7 فين الانجل سي؟ 120. قالتك الشقية اعملها بالآلة ولا هتيجي ايه لوحدها ولا ايه؟ ماشي نعملها برضه، لازم نتعب برضه، لازم نتعب برضه، نراعي لقمة عيشنا. ندوس ايكوال 7 روت 3. حلو الكلام. اهو 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 اهو. سهلة دي الايكوالاتر اللي انا بحبها. الايكوالاتر قلناها كتير قوي في السنتر وفي الاونلاين. ايكوالاتر يعني كل انجل هتكون ب 60 ديجري وكل سايد قد التاني. يعني عندنا السايد ب 10 روت 3 اوفر ساين الانجل بتاعته اللي هي ب 60. كل ده هيبقى ايكوال تو ار. هو القانون عباره عن اكس اوفر ساين اكس واي اوفر ساين واي، احنا كتبناه ايكوال تو ار. هو عايز الدايمتر، فمجرد ان انت جبت دي بالكالكوليتور الشرقيه تطلع ب 20، يبقى الدايمتر بكام على طول؟ ب 20. سهل. خلصنا ربع الاسئله. ربع الاسئله ايه؟ سدس الاسئله، في حاجه اسمها سدس. خلصنا 5 اسئله يا اسطى من اصل 30 سؤال. اللي بعده اكس اوفر ساين اكس اللي هي 2 ار اللي هو الدايمتر. هو عايز الدايمتر ماشي، تبقى ب 6. سهل من قبل ما نطلع التشوز. تقول لي ما طلعش التشوز ليه يا مستر؟ معلش نسيت يا حبيبي، عادي يعني، ما انا بني ادم، نسيت وانفعلت. تطلع ب 6. اللي بعده استنى نطلع التشوز بس كده. يلا بينا. بيقول لك عايزين نجيب الاي بي. اول ما بشوف دي دلوقتي بقيت تتعصب، مع انك كنت تعبان في دماغك على طول عارف ان السايد حرفين، بقى اسمها سي دلوقتي يا حماده. اوكي معاك 2 انجل تتعصب. انت اصلا ما تتعصبش، انا اللي بتعصب. 180 ماينس 40 و 35. الحوار ده عامل 105 يا ابن عمي. يلا بينا يلا بينا. طب يلا بينا. انا مش عارف ليه جاي معايا اغاني عمرو دي تامر حسني. ساين سي ساين سي ساين سي اللي هي 40 ايكوال مين السايد اللي عندنا؟ انت معاك بي سي اللي هي تعتبر اسمها السايد ايه، يبقى ايه اللي هو ب 12 اوفر ساين ايه. الانجلايه ايه؟ الانجلايه ايه ب 105. يلا السيزوريه سي 12 تايمز ساين 40 اوفر ساين 105. يلا بينا يا صاحبي. 12 تايمز ساين 40
divided sin 105 7.9 اللي هي 8 يا رجاله. مؤاخذة انا اسف، كنا طالعين الاجابه من الاول ما متعبين نفسنا ليه؟ محدش مركز الله العظيم. عايزين نولع في الدنيا ازاي بس واحنا مش مركزين. طب طبعا دي رسمه عندها اعاقه ذهنيه، المفروض الخط يبقى ماشي كده. اسفين يا ابن عمي، انت عادي، انت كنت هتتعامل عادي ان هي الرسمه ايه الرسمه الحلوه دي، انت اصلا مش واخد بالك من اللي بيحصل. طيب اوكي، في لقطه هنا حلوه ان في حرف الزد، لو تفتكر حرف الزد الجميل، فاكر يا ايام التعليم يالا، فاكر لما كنت متعلم وعارف زد يعني الترنيت، فالحته دي 40 و60 هتيجي نجيب الثالثه يا ابن عمي تطلع ب 80. حلو الكلام. الاي بي ب 4، الحته دي ب 4. ما تيجي بقى نشتغل على التريانجل ده كده. معاك 3 انجل وسايد، عايزين نجيب الاي سي. الاي سي ده اللي هو قصاد البي، اللي هو السايد بي يعني. اوكي، يبقى بي اوفر ساين بي اللي هي ب 60. مين السايد اللي عندك دلوقتي؟ الاي بي اللي هو سي، يبقى 4 اوفر ساين سي اللي هي ساين 40. ونعمل سيزون 4 تايمز ساين 60 اوفر ساين 40. يلا يا اسطى عايزين ايه؟ عايزين نولع الدنيا. ديفايدد او هتعمل حسني. طب ليه عايز يولع الدنيا؟ طب ما يفرح يعني، هو فرحان، ما يروح يا اسطى ياكل اكله حلوه ولا يروح يعني يطبل او يغني. ليه عايز يولع في الدنيا؟ اوكي 5.3 اللي هي اعتقد اقرب حاجه ليها هتبقى ال 5 سنتيمتر. يلا بينا، يلا 5 سنتيمتر صح وزي الفل. اللي بعده طبعا نشوف بس الاول عشان ما ننفعلش اهو. البي ام ده اللي هو الراديوس. بي ام ده اللي هو الراديوس، الام هي السنتر. حلو، يبقى الراديوس ب 6. الاي بي اللي هو سي داش، او سوري سي سمول، انا اسف. طب عايزين نجيب السي اللي هي القانون بتاعها يبقى عباره عن سي اوفر ساين سي. طب الانجل سي بكام عندك؟ ب 50 ايكوال تو ار. طب ما الار ب 6 اللي هي ب 12 اوفر 1 وسي وساين 50. هنعمل سيزور، هيبقى السي ايكوال 12 ساين 50 بالكالكوليتور. 12 ساين 50. حلو الكلام قوي. اللي بعده اهو ماشي. الدايمتر ب 20. الدايمتر ب 20 حلو، ده بيعدي على التريانجل كذا 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 كذا، ومديك البي سي. بي سي يبقى السايد ايه. عايز اجيب الانجل ايه؟ سهله دي، ايه اوفر ساين ايه ايكوال 2 ار. الايه عندنا ب 10، الانجل ايه عايز اجيبها. الدايمتر كله اللي هو 2 ار ب 20، يبقى 20 اوفر 1. سيزور جميل. يبقى ساين ايه ايكوال 10 تايمز 1 تايمز 10 اوفر 20 اللي هي بهاف. ساين ايه يبقى الانجل ايه ايكوال شيفت ساين للهاف اللي هي ب 30 ديجري. فالانسر عند حضرتك هيكون ب 30 ديجري. حلو الكلام لحد هنا. اللي بعده بيقول لك الانجل ايه ب 45 وعايزين نجيب الراديوس. لا هو مدينا الراديوس كمان ب 6، عايزين نجيب ده. سهل قوي يا اسطى. ساين ايه 2 ار. طيب الساين ايه ما نعرفوش، الانجل ايه ب 45، الراديوس ب 6 يبقى 2 تايمز 6 اللي هي ب 12 اوفر 1. نعمل سيزور، يبقى الايه دلوقتي انا شايف الاسئله سهله جدا يعني، مش محتاج ان احنا نعمل اي حاجه. 6 روت 2 تقريبا، شوفها كده بالكالكوليتور. 6 روت 2 صح وزي الفل. احنا كمان عدينا كده الايه، داخلين في الكويشن نمبر 12. حلو ماشيين بسرعه حلوه قوي. بيقول لك لينس اوف سايد، السايد ب 12 والميجر اوف اوبوزيت انجل والانجل اللي قصاده 55. ماشي، يعني مدينا سايد والانجل اللي قصاده. عايز اجيب السيركمفرنس لو فاكره اللي هو 2 باي ار اوف ذا سيركل. عايز سيركمفرنس اوكي اللي هي 2 باي ار. طب تعالى نجيب الار، نجيبها ازاي؟ كان القانون بيقول لك مثلا A اوفر ساين A صح، اي حروف يعني. ف 12 اللي هو السايد اوفر ساين 55 ده يدينا 2 ار. لما تيجي نجيب 12 ديفايدد ساين 55 هتطلع ب 14.6. 14.6 دي اللي هي 2 ار اللي هي الدايمتر. لما تيجي نجيب السيركمفرنس 2 ار وهنا باي. 2 ار دي احنا جايبينها بكام؟ 14.6. والباي نجيبها بالاله، نعمل الرقم ده تايمز الباي اللي هو الزرار اللي هو شيفت و 10 باور اكس ده ايكوال، واس دي طالعه 46.0 اللي هي تقريبا 46.
يبقى عملنا قانون السيركمفرنس والاجابه طلعت صح. وعايزين ايه؟ عايزين نولع الدنيا. اللي بعده يلا بينا. البريمتر بتاع التريانجل، البريمتر كله 15 يا ابن عمي. يديك انجل وانجل، بس تيجي نجيب الانجل التالتة، الانجل سهاية 180 ماينس 47 بلس 53 هتطلع ب 80 ديجري. حلو الكلام. طب الاي بي ده اللي هو يعتبر سي، يلا بينا نحل. هتبقى سي اوفر ساين 80 ايكوال، مش عندي حاجة تاني غير البريمتر. انت عايز تجيب سي، طب ما انت لو عملت A اوفر ساين A ما عندكش A، B اوفر ساين B ما عندكش B، انما عندك البريمتر فتقدر تعمل A بلس B بلس C. لو حد يتابع معايا كويس في الحصه في السنتر وفي الاونلاين كمان نفس الشرح والله، هتبقى تحت ساين A اللي هي ب 53 بلس ساين B اللي هي 47. الحته دي مهمه والسؤال ده مهم، يعني ده اول سؤال حلو مش صعب، حلو ممكن تجيبه لوحدك عادي. ساين C اللي هي ب 80. طب يا مستر ما انا مش عارف اعمل لا يا باشا، ما انت هتشيل A بلس B بلس C اللي هي البريمتر وتحط مكانها كام؟ 15. تعمل سيزر يبقى 15 تايمز ساين 80 اوفر الكلام ده كله، يبقى 15 تايمز ساين 80. المفروض بقى احنا نجيبها من هنا على طول، ديفايدد ساين 53 بلس ساين 47 بلس ساين، بعشق دي التنفس، قفل 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 قفل، انا فرقعت في وشك. 5.8 اللي هي اعتقد 6. تعالوا نشوف كده الابروكسيمتلي بتاعها. الله العظيم الواحد بصحصح والله الحمد لله. ماشي، الاي ب 27 معايا 2 انجل، عايز اجيب الاريا. طب تعالى نجيب الانجل التالتة. معاك ايه؟ تعالى نجيب الانجل التالتة اللي هي الانجل ايه 180 ماينس 82 بلس 56. 82 بلس 56 ماينس 180 تطلع ب 42. الانجل ايه ب 42 يا ابن عم. معايا 3 انجل ومعايا سايد، تيجي نجيب سايد كمان. القانون بيقول لك ايه اللي هي 27 اوفر ساين ايه اللي هي 42 ايكوال بي اوفر ساين بي اللي هي 82. وقف على كده واعمل السيزر الشقي، مش السيزر العادي الشقي. 27 تايمز ساين 82، الناس فاكره ان انا مجنون، وهنا ساين 42. بس طبعا احنا بنصور قلنا الساعه 4 الفجر مش شايفين قدامنا. تعال نشوف البلوه السوداء دي 27. تامر حسني يقول لك نولع الدنيا. يا اسطى الله العظيم ما تولع يا اسطى الدنيا، ولع يا اسطى الدنيا وريحنا يا اسطى. ديفايدد ساين 42 يا لهوي ثانيه ايكوال 39.9. كده جبت السايد. لسه بقى عايزين نجيب الاريا اوف تريانجل اللي هو قانون هاف تايم السايد اللي هو هنختاره الايه تايم السايد اللي هو هنختاره البي. نعملها ب 40 كده معلش يا ابني. تايم الساين احنا خدنا ايه وخدنا بي يبقى ساين سي اللي هي 56. يلا بينا كوت تايمز 27 تايمز الهفاية تايمز ساين 56 ايكوال لا طلعت والله والله العظيم الواحد زي الفل 447 صح. اللي بعده وده سؤال حلو، يعني كامل الاسئله نحط عليها ستار كده، وممكن لو تعبت تاخد بريك حلو ترجع عشان لسه فيه 15 سؤال كمان بس بعد السؤال ده. بيقول لك الانجل ايه؟ حاجات بقى بتاعت زمن العته، مش الزمن الجميل، زمن العته بتاع كنت في سنه 6 انت باين ولا اولى اعدادي. اي وبي وسي الانجلز 2 و3 و4 تلاقيك فاكرها والله العظيم. انت مخك وقف من ساعتها اساسا. 2 و 3 و 4 نفس سنه 6 كنت بتعمل لانش بوكس بقى، فاكر اللانش بوكس يا والله حاجه قذره كده، قلبي تلحس البلاستيك، حاجه مقرفه جدا. A و B و C يعني بجيب مربى مثلا، جايب حاجه وفي شويه حاجات والله العظيم كل واحد بيشوف المناظر القذره. A و B و C يبقى 2 و 3 و 4. الصم بتاعهم 2 و 3 و 4 اللي هي 9، والتوتال بتاع التريانجل كله يا ابن عمي 180. فتك تك تجيب الانجل، تك تك تجيب الانجل، وتك تك تجيب الانجل ايه. حلو. مديك الاي بي اللي هو سي، ما تيجي نجيب الانجل بتاعتها سي تبقى 4 تايمز 180 اوفر 9 تطلع ب 80. طيب عايزين نجيب الاي سي ده اللي هو بي، ما تيجي نجيب الانجل بتاعتها تبقى 3 تايمز 180 اوفر 9 اللي هي ب 60. حلو ده. معايا 2 انجل عايز اجيب البي، فالقانون بيقول بي
اوفر ساين بي. ساين بي احنا لسه جايبينها ب 60 ايكوال سي هو ب 12 اوفر ساين سي اللي هي ب 80، ونعمل سيزور. يبقى البي ايكوال 12 تايمز ساين 60 اوفر ساين 80. 12 تايمز ساين 60 divided ساين 80 ايكوال طلع 10.5 مش عارف ايه اللي هو الابروكسيميت بتاعها 11. تعال نشوف صح. عايش يا وحوش. والله يا ابن عمي عايز تاخد بريك خد بريك. انا يا عم صحتي مساعداني فهكمل الفيديو عادي وانت عيش براحتك بقى يا اسطى. عشان ما تنقش عليا صحتي مش مساعداني ولا حاجه، انا تعبان والله، بس عشان اخلص. الشكل اللي قدامك ده بيقول لك مين من دول تقوم هتقعد تنق عليا في الفلوس ونق عليا في الصحه. انا تعبان ومصحف. مين من دول صح؟ بص يا معلم، دي ساين ايه بلس دي غلط يا اسطى، غلط وبتعصب وبتصدع. يعني انا مصدع دي بتصدعني اكتر. هو في قانون في الساين والكوساين مع بعض؟ لا ما تبقاش فلاح مزارع. طب بيقول لك ايه ايكوال بي، مفيش يا اسطى. ايه اللي ايه بي في سي؟ مفيش العتق ده. طب دي شكلها حلو، شكلها بس يا حبيبي حلو، انما هي مش حلو. ايه اوفر ساين ايه موجوده بس لازم يجي معاها بي اوفر ساين بي. هتقولي طب ما نبدل دول، يبقى دول لازم يتبدلوا فهتبوظ تاني فبقت غلط. فمين اللي اتبقى دي؟ طب انت مش مقتنع بيها؟ مش مقتنع بيها؟ عنك مقتنع. عنك مقتنع. بص يا باشا اقنعك انا، ما تقلقش. ده حاجه يعني في تيك توك وكده، بس انت تلاقيك انت مش عارف انت متوحد ولا فاهم ولا ايه. الايه وهنودي الساين ايه هناك هتبقى ايه اوفر ساين ايه. نشرح لهم الافيه كمان حاجه منتنه. وهنا بي اوفر هنودي الساين بي هناك هتبقى ساين بي. مش كده يا اسطى بقى شكلها حلو؟ وبقت فعلا سيروم عندنا او الرول بتاعنا ايه اوفر ساين ايه بي اوفر ساين بي. الايه في مكانها وديت لها الساين ايه فتروح هناك يبقى ديفايدد. البي في مكانها وديت لها الساين بي. فهي دي من الاسئله اللطيفه. يبقى عايزين ايه؟ نولع الدنيا زي ما الفنان تامر حسني بيقول 2r ساين اكس. الاجابه اكس تحفظها. طب عايز تفهمها؟ عينيا يا اسطى، فاهمها لك يا اسطى، ما انت دافع فلوس فاهمها لك. ايكوال 2r. طب عايز اجيب الاكس لوحدها اهي اوفر 1 اهي. اوفر 1 الشكل اللي بيجننك 1 تايمز اكس باكس يبقى 2r ساين اكس. 2r ساين اكس باكس. طب لو 2r ساين واي تبقى بواي، وهكذا حماده. حاول تحفظ الايه السكلايه دي عشان لما تجيلك تعرف تحلها. دي انا قلتها كتير قوي في السنتر وقلتها برضه في الاونلاين عشان الناس بتاعت الاونلاين تزعل. بص يا حماده، الواي اوفر ساين واي دي عندي قانون ليها اللي هي 2r. بيقول لك لو حطينا تحت 2 فهنحط تحت 2 تك فالانسر بتاعك هيبقى كام يا ابن عمي؟ هيبقى اللي بعده. عايزين انا معلق معايا تامر حسني قوي، عايزين نولع الدنيا. مش عارف بجد والله العظيم. في اغنيه تاني دي برضو كان مش عارف بيقول ايه، كان بيحب باين انا مش عارف يعمل ايه، فكان عايز يعني يعرضها قدام حاجه فبيقول لها طب خلي الدنيا تضايقك يوم وشوف انا هعمل ايه في الدنيا. طب ايه يا اسطى هتعمل ايه في الدنيا؟ مش يعني هتعمل ايه؟ اخرنا مثلا لو في حد بتاع توك توك بيرازي فيها تنزل تتخانق معاه. هتعمل ايه في الدنيا كلها؟ انا قعدت سمعت الاغنيه كلها ما قالش هيعمل ايه في الاخر. هو قاعد يقول طب خلي الدنيا تضايقك يوم وشوف انا هعمل ايه في الدنيا. هتعمل ايه؟ هتحارب مين يا اسطى؟ انت مش فاهم. فطبعا مش هينفع. تامر معليها قوي يعني. مع الواحد بقى كده يجي يتكلم مع حد ما تامر قال لك يعني هيعادي الدنيا كلها، فانت هتروح تعادي مين بعد كده؟ ربنا يهديك يا عم تامر، انا بحبك والله. نرجع يا ابني للبلوه السوداء، مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بالاغاني انا بسمعها. تعال نشوف اللقطه الايه القذره دي. بيقول لك بي اوفر ساين دي حلوه دي. الحلو قول له في وشه يا حلو. ده بي اوفر ساين ده هو بقى عامل دي بس انت ما تعرفوش برضه. بي اوفر ساين بي ب 2 ار. ركز معايا عشان ما تتوهش عشان السؤال ده مهم. حبه جد بقى 5 جد. بي كلها اغاني انا عارف. بي اوفر ساين بي ايكوال 2 ار صح كده؟ صح كده. هو بيقول لك ان هي في نفس الوقت ايكوال 2 اي، فده معناه ان الار ايكوال اي. ده اللي احنا نستفاده. فبيقول لك الانجل ايه؟ القانون بتاعك عباره عن ايه اوفر ساين ايه ايكوال 2 ار. طب ما انت عندك الار ممكن تشيلها وتحط مكانها ايه، فتقدر تشيل ايه مع ايه فتبقى 1. السؤال ده صعب وحلو. فيبقى 1 اوفر ساين ايه ايكوال 2. انا كنسلت الايه مع الايه. 2 دي اللي هي 2 اوفر 1. تيجي نعمل سيزور يبقى ساين ايه ايكوال، اعتقد ما حدش حلها دي، تطلع بهاف. طب عايز اجيب الانجل ايه؟ شيفت ساين للهاف هتطلع بكام؟ ب 30.
سؤال حلو قوي قوي، بيستاهل ان انت تعيده. مالكش دعوه بالهزار اللي انا بهزره، مش هزر تاني يا اسطى عشان تركز في مستقبلك. انا مش بهزر اصلا، انا بخرف عشان عايز انام. طيب اكس باور 2 بلس واي باور 2 ماينس زد باور، ده قانون مين يا ابن عمي؟ قانون كوساين زد، عشان ما تتعبنيش. ده قانون كوساين زد، ده محفوظ عادي. اللي بعده خلاص، لقد هرمنا، فاضل 10 اسئله. واي باور 2 بلس زد ماينس اكس باور 2، ده قانون كوساين اكس اللي هي بتيجي في الاخر. فين يا اسطى؟ اهي. ولع يا اسطى الدنيا، ولع الدنيا زي تامر حسني. ده صعب جدا ومهم، مش مهم كده. سؤال فيه فكره اهو، ده سؤال بجد صعب حلو. حاجه قديمه من اولى ثانوي مش هتفتكرها، حاول افكرها لك. وسؤال حلو بيجي كتير برضه في الامتحانات. كوساين A بلس B ليها قانون في الترم الثاني. طب جايبها ليه في الترم الاول؟ عشان ليها طريقه صعبه بتتحل بالترم الاول من اولى ثانوي، وبعد كده تيجي في ثانيه ثانوي والترم الثاني تلاقي ليها قانون سهل. مش هقدر اقول لك القانون بتاع ثانيه الترم الثاني، بس هفكرك بالحاجه الصعبه. بص يا معلم، الترينج كله 180 صح؟ ركز معايا في دي معلش عشان السؤال ده صعب. A B C. طب بيقول لك A بلس B، الاثنين دول مش انا ممكن اقول عليهم ان هم 180 ماينس C؟ ما هو A بلس B الاثنين انجل دول عباره عن 180 ماينس C، صح؟ صح. طب كده حلو يا مستر؟ اعرف بس الطريقه عشان السؤال محفوظ. بقى 180 ماينس C. كان في زمان درس اسمه ريليتد انجل، بس انت مش هتفتكره برضه. كان بيقول لك ان ال 180 انا كان ليا طريقه كده معينه فيه، وال 360 ما بتغيرش الفانكشن، التريجونومتري فانكشن، وال 90 وال 270 هي اللي بتغير. طب انت معاك مين؟ 180، يعني الاجابه هتبقى كوساين سي. كان بيبقى ناقص حاجه، احط نيجاتيف ولا لا؟ معرفش تفتكر. انت لو افتكرت مش انت اللي هتبقى جامد صراحه، انا هبقى جامد، هبقى مبسوط بنفسي صراحه، عشان انا بتاع السنه اللي فاتت دي كتير. كنا بنشيل السي ونحط مكانها رقم بسيط اللي هو 10، ونعمل دي بالاله هيطلع رقم نيجاتيف، يبقى معنى كده ان هي نيجاتيف كوساين سي، فهتختارها من هنا. فهو سؤال صريح من اولى ثانوي، عشان ابقى صريح معاك انا كمان. موجود موجود. طب مثلا انا حفظتها بعد كده، قال لي كوساين اكس بلس واي، هقول له هتبقى نيجاتيف كوساين زد، صح؟ ما بحبش حفظ في الماس بس صح، لو عايز تمشيها سكيلز يعني. صح صح زي الفل. تعال نشوف دي برضه سؤال فيه فكره، جايب كام سؤال حلوين كده في الاخر معلش. سايكل اكواد دي من ثالثه اعدادي. سايكل اكواد بيبقى 2 اوبوزيت انجل ب 180. فانت معاك الانجل ادي ايه، ده سهل ممكن نسهله شويه، ممكن اقولها بطريقه اسهل من اللي فاتت. انت معاك ايه وسي البلس بتاعهم ب 180 صح؟ طب ادي ايه وادي سي، ممكن تحط اي ارقام بقى 120 و60، اي رقمين البلس بتاعهم ب 180، واعملها بالقلم. يعني اكتب كوساين 120 اقفل براكت بلس كوساين 60. دي طريقه سهله بقى عشان تطلع بزيرو. طب مش عاجباك دي، مش عاجباك هتقص في غيرها. مش عاجبك ال 120 وال 60 خد غيرها، حط 180. المهم البلس بتاعهم يكون ب 100، اعملها بالآلة هتطلع بزيرو. برضه دي مش عاجباك خلاص في غيرها، خد اي رقم تاني 110 و70، كوساين وكوساين تطلع بزيرو. يبقى انا كده انجزت على طول. يبقى الحته اللي كانت صعبه ان السايكل اكواد الاوبزيت انجل ب 180. تعال نشوف دي. كوساين اكس بلس واي، تعال نشوف الناس فهمت ولا لا. كوساين اكس بلس واي، كوساين اكس بلس واي اللي هي نيجاتيف كوساين زد، ده احنا لسه حليناها من السؤال اللي قبل اللي فات، وفي قبلها يبقى نيجاتيف 2 اكس واي. يبقى انا ترجمتي دي شلتها وحطيتها نيجاتيف كوساين زد، ماشي. طب الشكل ده في انهي قانون؟ انهي قانون؟ تعالى نشوف الحدوته بتاعتها كانت ماشيه ازاي. القانون بتاعك عشان تقدر تحله كان زد باور 2 ايكوال اكس باور 2 بلس واي باور 2 ماينس 2 اكس واي كوساين زد. هو جاب دي، يبقى انت هتاخد دول توديهم هناك، يبقى زد باور 2 ماينس اكس باور 2 ماينس واي باور 2 اهي، اللي هي تشوز ليتر دي، وده حفظ القانون بتاعك. تعال نشوف دي. بيقول لك ال وام ومدينا انجل وعايز الان، ماشي. القانون التاني ان باور 2 ايكوال ال باور 2 و2 سايد وانجل. القانون التاني 7 باور 2 ماينس 2 و5 و7 وكوساين 60. هيطلع لك رقم هنا اهو، بعد ما يطلع هتعمل له ايه يا معلم؟ على طول روت وتشوف الانسر هيطلع ب 6.2. اللي بعده مدينا سايد وسايد وانجل وعايز يجيب السايد زد، نفس الحدوته. زد باور 2 عباره عن اكس باور 2 اللي هي 5 باور 2، واي باور 2 3 باور 2 ماينس 2 و5 و3 وكوساين طبعا هنشيل دي ونحط 180 اللي هي 120.
هنعمل دي بالآلة هيطلع رقم زد باور 2. عايز اجيب الزد بس تعالى اعملها لك عشان ما تبقاش ايه متضايق ولا حاجه، فاكر ان احنا بنكروت. ماينس وبين براكت 30 كوساين 120 تطلع ب 49. لما نعمل لها روت ال 49 تطلع ب 7، وطبعا من غير بوزيتيف ولا نيجاتيف. حلو، يعني في سؤالين كده حلوين عندنا ممكن نعرفهم هيفرقوا معانا كتير. تعالى نشوف دي. مدينا الايه مدينا البي، عايز يجيب السي. طب تعالى نجيب الانجل سي الاول. هو التريانجل ب 180، هو مديك الاثنين دول مع بعض ب 120. 180 ماينس 120 ب 60. السؤال ده حلو، زي ما قلت لك ايه الحلو قول له في وشه يا حلو، فده حلو، ده 60 ماشي. طب وبعدين يا معلم القانون بيقول لك ايه؟ اوفر ساين ايه، صح؟ دي حبه روقان بقى عشان احنا خلاص قربنا نخلص، فممكن واحد يحل وهو رايق. سي اوفر ساين سي، صح؟ تعالى نعرف. تعرف الايه بكام يا ابن عمي؟ تعرف الانجل ايه لوحدها؟ لا. تعرف السايد بي؟ تعرف الانجل بي لوحدها؟ لا. تعرف السايد سي عايزين نجيبه. تعرف الانجل سي؟ هل في فراكشن كامل تعمل بيه سيزور؟ لا. بس عندك حاجه حلوه، ما هي كده مضلمه يا مستر. ما هي مضلمه عشان انت مشيت في طريق هيقفل الدنيا عليك. طب ايه الطريق اللي ممكن ينور؟ مش انت معاك تو سايد ومعاك انجل دلوقتي؟ طب ما تيجي يا باشا نشتغل بالقانون اللي احنا شغالين بيه، سي باور 2 اللي هي اي باور 2 بي باور 2 ماينس 2 اي بي كوساين الانجل اللي هي كوساين 60، ونشوف الرقم هيطلع بكام. بعد كده تعمل له روت يطلع الانسر بتاعك، صح كده؟ يبقى انت برضو عشان ما يبقاش المستر هو عمال يرص مع نفسه، الطريق مسدود. مين اللي هينقذك؟ هما 3 قوانين، واحد منهم هو اللي هينقذك اكيد. تعال نشوف البريمتر عندنا سايد اي سايد بي، ومدينا الانجل سي. انا عايز اجيب السايد سي. عشان اجيب السايد سي هعمل نفس القانون، اي باور 2 بلس بي باور 2 ماينس 2 9 15 وكوساين 106. هيطلع رقم بالآلة، هنعمل له روت عشان نجيب السايد سي. جبت السايد سي هعمل له بقى بلس 15 وبلس 9 عشان هو عايزك تجيب البريمتر، ونشوف الانسر بتاعنا هيكون بكام. 44. اللي بعده مدينا السايد بي، مدينا السايد سي، ومدينا كوساين ايه. تعال نجيب السايد ايه. ايه باور 2 القانون بتاعها بي باور 2 سي باور 2 ماينس 2 وبي وسي وكوساين ايه اللي احنا هنشيلها كلها ونحط بدلها 2 اوفر 5، ونشوف الانسر بتاعنا هيكون بكام. خد هنجيبه بالآلة وبعد كده تعالى نجيبه بالآلة المرة دي. بلس 6.25 انا بعند مع نفسي ماينس 5 10 4 يبقى ماينس 4 روت الانسر يا ترى 25 اوفر 4. نجيب الروت بتاعها تطلع 2.5، وانت معاك واحد تاني 2.5 يبقى معاك 2 سايد ب 2.5، يبقى التريانجل ايسوسيلس. جت احلى لحظه في اليوم بالنسبه لي، ايه هي؟ اخر سؤال في الفيديو عشان اقدر انام. بص يا بويت، كوساين اكس. ايه قانون كوساين اكس؟ واي باور 2 بلس زد باور 2 ماينس اكس باور 2 2 واي زد. هو بيقول لك الاكس قد الواي، ماشي، بيشيل الاكس حط واي، واي باور 2. طب واي باور 2 راحت مع واي باور 2 فيبقى معاك مين؟ زد باور 2. طب وتحت 2 واي زد. طب في 2 واي زد 2 واي زد، ممكن اشيل الزد مع واحده باور 2 يبقى زد وتحت 2 واي. طب في زد وتحت 2 واي اهي، يبقى ده اللي تشوز الصح. واقدر اقول لك يا باشا تصبح على خير، اشوفك في الفيديوهات اللي جايه.